انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تزعم وقوع الإعلامية بوسي شلبي في أزمة قانونية تتعلق بطلاقها الغيابي من زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز. الخبر أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بوسي شلبي خرجت عن صمتها لتوضيح الحقيقة وكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الشائعات. أكدت بوسي شلبي أن الأخبار المتداولة حول طلاقها الغيابي من محمود عبد العزيز لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه كان وسيظل زوجها الوحيد. وأوضحت أن الهدف من هذه الإشاعة هو استغلال اسمها واسم زوجها الراحل في قضية لا تمت بصلة لحياتها الشخصية. كما أكدت أن أي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع ستصدر فقط منها أو من وكيلها القانوني اللواء حسام نبيل، محذرة من الترويج لهذه الأكاذيب دون التحقق من مصادر موثوقة. كشفت بوسي أن القصة الحقيقية تتعلق بمحاولة نصب عبر تزوير مستندات بهدف الاستيلاء على قطعة أرض، وأشارت إلى أن الجهات المختصة تحقق حاليا في الأمر للكشف عن المتورطين في عملية التزوير، مؤكدة ثقتها في القانون وقدرته على استعادة الحقوق.